ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل فيديو جديد عن النجمه دي. النجمه ممكن تزيني بيها اي مشغولات كروشيه انتي حباها. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. طبعا انا معايا ابره مناسبه لنوع الخيط وسمك الخيط اللي انا هشتغل بيه. اول حاجه هنبدا نعمل الدايره السحريه. ولو انتي مش بتعرفي ازاي تعملي الدايرة السحرية، الفيديو موجود على القناة، ممكن تشوفيه وترجعيه. هنسحب الخيط ونرتفع 2 سلسلة، 2 سلسلة ارتفاع النص عمود. وهشتغل كمان مع ال2 سلسلة 10 غرز نص عمود. هلف الخيط على الابرة وادخل واخرج من ال3 حلقات. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كده 10 غرز نص عمود. عشان اقفل الدايرة السحرية هسحب طرف الخيط كده كويس، اقفل عليها، وبعدين هقفل في اول غرزة نص عمود انا اشتغلتها. طبعا انتي لو لسه مبتدئة هتعلميها، انا هتجاهل ال2 سلسلة، هعتبرهم مجرد ارتفاع، وهقفل في اول غرزة نص عمود انا اشتغلتها بغرزة منزلقة. ازاي غرزة المنزلقة؟ انا هسحب الخيط كده واخرج من الحلقة كمان اللي على الابرة، وبعدين هبدأ ارتفع سلسلة واحدة، دي ارتفاع غرزة الحشو، واتخطى السلسلة اللي انا دخلت فيها. خلاص اهي دي اول غرزة كأنها غرزة حشو. هلف الخيط على الابرة وادخل في اللي بعديها، اعمل غرزة نص عمود، وبعدين الف الخيط على الابرة وفي نفس الغرزة ادخل اعمل غرزة عمود بلف، وبعدين هشتغل سلسلتين والف الخيط على الابرة تاني وادخل في نفس الغرزة. كل ده انا شغلاه في نفس الغرزة اهي، ما دخلتش في غرزة تانية. اعمل عمود بلف، اخرج من حلقتين في حلقتين، بعدين الف الخيط على الابرة وادخل في نفس الغرزة، اشتغل نص عمود. انا اشتغلت ايه في غرزة واحدة؟ اشتغلت نص عمود، عمود بلفة، سلسلتين، عمود بلفة، نص عمود، وبعدين اجي خلاص كده الغرزة اللي بعديها اهي، ادخل اسحب الخيط، معايا حلقتين هخرج منهم، ودي غرزة الحشو. تاني هلف الخيط على الابرة وادخل اسحب الخيط واعمل نص عمود، وبعدين الف الخيط ادخل في نفس الغرزة، اعمل عمود بلفة، وبعدين ارتفع سلسلتين، وبعدين الف الخيط على الابرة وادخل في نفس الغرزة برضو. كل ده في نفس الغرزة، اعمل عمود بلفة، وبعدين الف وادخل اعمل نص عمود، وبعدين الغرزة اللي بعديها ادخل اسحب الخيط واخرج من الحلقتين، ودي غرزة حشو. اهو بدأت جوانب النجمة تبان معانا. تاني الف الخيط على الابرة، والغرزة بقى اللي بعد غرزة الحشو ادخل اعمل نص عمود، وبعدين عمود بلف، اخرج من حلقتين في حلقتين، وكمان ارتفع سلسلتين والف الخيط على الابرة وادخل اعمل عمود بلفة تاني، وبعدين نص عمود تاني. لو وصلتي معايا لهنا منسيش تعملي لايك وشير سبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. ادخل بقى في الغرزة اللي بعديها واعمل غرزة حشو. كده 3 جوانب للنجم. الرابع هلف الخيط على الابرة وادخل في الغرزة اللي عليها الدور، اشتغل فيها النص عمود، وبعدين هشتغل فيها عمود بلفة، وبعدين اعمل سلسلتين، وفي نفس الغرزة برضو ادخل اعمل عمود بلفة تاني، وبعدين غرزة حشو تاني، غرزة نص عمود اسفة تاني.
خلاص كده انا خلصت. الغرزة اللي بعديها هدخل اعمل حشو، وبعدين الف الخيط على الابرة وادخل الغرزة اللي عليها الدور نص عمود، عمود بلفة، سلسلتين، تاني عمود بلفة، وبعدين نص عمود. كده خلاص جوانب النجمة اكتمل معايا. هقفل بقى فين؟ هقفل اهو في اول غرزة انا اشتغلتها، هدخل واسحب الخيط واخرج من الحلقة كمان اللي معايا على الابرة. انا هنا مش هعمل خلاص غرزة حشو تاني. هقفل ازاي؟ الحلقة اللي معايا على الابرة، هدخل خلاص في الغرزة اللي عليها الدور، هي اول غرزة انا اشتغلتها، اسحب الخيط وكمان اسحب من الحلقة اللي على الابرة. دي غرزة المنزلق. تمام كده انا خلصت اهو. هقص الخيط وانهي الشغل. بعد ما قصيت الخيط هسحب بقى غرزة للتأمين، وخلاص كده انا نهيت الشغل. وده شكل النجمة معايا اهو. طبعا كل الخيوط دي انا هداريها يا اما بإبرة التنظيف اهي، وفي طبعا منها اشكال كتير، يا اما بالإبرة اللي انا شغالة بيها. فهاجي كده، طبعا دي بداية الخيط، هاجي كده من تحت الشغل من اي غرزة وابدأ اسحب طرف الخيط كده عشان أأمن الشغل بس ما يفكش مني. اجي تحت الغرز او ما بين الغرز كده وابدأ اسحب الخيط. وخلاص الطرف اللي باقي معايا ده انا خلاص هقصه مش محتاجاه، وكمان الطرف التاني هخفيه بنفس الطريقة. بعد ما خفيت الخيط ده بقى الشكل النهائي للنجمة اهو. طبعا تقدري تعملي اي مقاس انتي عايزاه على حسب سمك الخيط والابرة اللي انتي شغالة بيها. ده شكلها النهائي. يا رب تعجبكم. اشوفكم في فيديوهات جاية تاني ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم في فيديو تاني على خير ان شاء الله.